مساء الخير، أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري هاوس. والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف، ممكن نديله لقب سياسي بلقب فنان، أو كمان ممكن نقول هو اللي أسس نهضة المسرح المصري الحديث. مختار عثمان. تاريخ ميلاده 13 مارس 1898. تاريخ وفاته 19 مايو 1964. الله يرحمه ويرحم الجميع. هو مولود في ساحة سليم، أسرته كلها بتشتغل في السياسة، وهو واحد من الذين أسسوا نهضة المسرح المصري الحديث. كمان رفض ان هو يشتغل في السينما، لأنه حس ان السينما ممكن تاخده من بيته الأول وهو المسرح، فقرر انه ما يتركش المسرح أبدا، وفضل يشتغل في المسرح سنين كتير، لحد ما صاحبه أحمد بدرخان المخرج قال له طب ما تجرب حظك، جرب حظك في السينما، مش هتخسر حاجة، كل اللي هتعمله ان انت هتزود شهرتك اكتر. والناس اللي ما بتروحش للمسرح ممكن كمان تروح السينما. وبالفعل من اهم الحاجات اللي عملها بعد نجاح مسرحيته إلا خمسة اللي كان مشارك فيها افلام كتير زي العزيمة، كرسي الاعتراف، نهارك سعيد، حب ودموع، ليلى بنت الفقراء، ملكة المسارح، امرأة من نار، وداد، ورد شاه، عبيد المال، أصحاب السعادة، الجسد، الحبيب المجهول، السعد وعد، الغائبة، وأفلام كتيرة جدا. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ومع الأسف مفيش معلومات كتيرة عنه، ولكن كفاية بسمته على الشاشة. فشكرا جدا.